في هذه السنة الأخيرة بدا كيتداول واحد المصطلح جديد ومخيف اللي هو تعفن الدماغ. ماشي مرض باين، ماشي فيروس ولا ميكروب، لكن ظاهرة كتقتل عقول الناس بصمت، واخا بغيناه ولا ما بغيناه كاملين غاديين فيه. وأصعب حاجة كتواجه الإنسان حاليا هو ماشي يخدم، هي أنه يجلس بوحدو ما يدير والو. علاش؟ لأن التليفون ربى فينا واحد الإدمان خطير ديال المتعة السريعة اللي كتقتل متعة الإنجاز. اليوم غادي ندخلوا العمق ديال هذه الظاهرة الخطيرة. كيفاش كيوقع تعفن الدماغ؟ شنو العلامات ديالو؟ واش مازال عندنا الفرصة باش نقدو عقولنا؟ اولا، شنو هو تعفن الدماغ؟ تعفن الدماغ ماشي غير كلمه، هو تدهور تدريجي لقدرات العقل، التركيز، التفكير العميق، اتخاذ القرارات. السبب ادمان المحتوى السريع الفارغ، السكرول اللانهائي، الضحك بلا معنى، حوايج كتعطيك المتعه في ثواني ولكن كتسرق منك العقل مع مرور الوقت. الدماغ بحال العضله، الا ما استعملتيهش في الحاجه ديال الصح كيبدا يضعف ويتعفن. ثانيا، كيفاش كيبدا يتعفن؟ تخيل معايا دماغك مخلوق باش يحل مشاكل، يبدع، يحلم، ولكن انت قتلتيه بالمحتوى التافه، وبالتدريج التركيز ديالك كيبدا كيطيح، الذاكره كتبدا كتضعف، كلشي كيبان ممل، ما كيبقى حتى هدف كيشعل فيك الشراره، وكتولي عبد عند الهاتف ديالك، والاخطر كتولي باغي كلشي بلا مجهود. ثالثا، مراحل تعفن الدماغ. المرحلة الأولى الفراغ والملل، كتحس بالفراغ وبالملل، ما كتقدرش تكمل فيلم ولا تقرأ مقال. التركيز ديالك كيبدا يقل. ما كتلاقيش طعم من الحياة، كتبدا تدور على أي حاجة تشغل بها وقتك حتى ولو كانت فارغة. المرحلة الثانية السلبية والطاقة السلبية، كتولي إنسان سلبي، كتشوف كل حاجة سوداء، كتقل طاقتك، كتحس بالتعب دائما، ما كتبغيش تخدم ولا تتحرك. كيبدا شوية بشوية يدخل لقلبك اليأس، كتمل بسرعة، النعاس قليل والتليفون دائما في يدك، كتعاني من القلق، والحياة كتبان لك باهتة وبلا ألوان. المرحلة الثالثة كتولي بحال آلة، وهي مرحلة متقدمة، كتولي غير كتفيق من النعاس أول حاجة كديرها كتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا. هذه المرحلة هي اللي كتحول فيها الإنسان لزومبي حقيقي، والعقل بدا كيتعفن ديال بصح. إذا لقيتي في راسك هذه العلامات خاصك توقف وتراجع نفسك. رابعا، السبب الحقيقي الدوبامين، هو المادة اللي كتعطي المتعة والتحفيز للدماغ. منين كدير لايك ولا كتضحك على فيديو فالدماغ كيقول لك المزيد. ولكن الأمور اللي كتحتاج للصبر بحال القراية، الرياضة، الخدمة على هدف، كتولي ثقيلة وبلا طعم. والنتيجة الدماغ كيولي من محرك قوي الجهاز كيقلب غير على المتعة السهلة. هادشي ماشي عيب فيك، هذه هي الخوارزميات اللي مصممة باش تدمر انتباهك. خامسا، واش نقدروا نرجعوا العقل ديالنا؟ بطبيعة الحال، ولكن خاص قرار. اولا، الحمية الإعلامية، خاصك تقلل من الساعات يعني في السوشيال ميديا، حط وقت معين، نقص من المحتوى الفارغ، تابع فقط الصفحات المفيدة، يعني البودكاستات التعليمية، نظف المحتوى اللي كتابعه. ثانيا، التغذية الإيجابية، قرأ كتاب، مقال، حتى لو 10 دقائق في النهار. غدي دماغك، خرج تمشى مثلا بلا تليفون، كتب الأهداف ديالك وخدم عليهم شوية بشوية. نظم النوم ديالك، درب العقل ديالك على الصبر والتركيز. تسجل مثلا في دورة تعليمية، تعلم لغة أو مهارة جديدة، المهم حرك الدماغ ديالك. ثالثا، الرياضة والروتين، حرك الجسد ديالك. الرياضة هي اللي كتنظف الدماغ من السموم. دير روتين، حدد أهداف صغيرة كل نهار، النجاحات صغيرة كتبني ثقة. غادي تحس في الأول بالصعوبة حيث دماغك متعود على السهل، ولكن مع مرور الوقت غادي يرجع كيشعل، غادي يرجع يبغي الإبداع، وغادي ترجع تشوف متعة الحياة الحقيقية. وفي الأخير، تعفن الدماغ ماشي قدر محتوم، هو اختيار كنعاودوه كل نهار. يا إما تليفونك يتحكم فيك، وإما أنت تتحكم في دماغك. ودائما بقى طرح سؤال: واش بصح العقل ديالي الملك ديالي، ولا ضاع وسط المحتوى السريع؟ القرار بين يدك. دابا دماغك أغلى ما عندك، وهو الدينامو، هو الاستثمار، لذلك ما تخليهش يضيع في براثن المحتوى التافه. تحياتي لكم، ولا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم ديروا لنا اشتراك، ولا على الاقل تخليوا لنا يعني الاعجاب او لايك. وشكرا.